من محامية لأبلة في الإذاعة، وأم كلثوم كانت بتغير منها، وعبد الوهاب غنى لها أنا والعذاب وهواك. يا حبايبي يا حلوين، كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. مقدمة ارتبطنا بيها من سنين طويلة لأبلة فضيلة، صاحبة أشهر برنامج إذاعي للأطفال في مصر والوطن العربي، وعشنا مع حوادثها اللي سابت ذكريات جوانا. تعالوا أقول لكم مين هي أبلة فضيلة، ومين هي أختها الفنانة، وليه اختارت لقب أبلة بدل ماما. وهقول لكم لأول مرة سر حب عبد الوهاب ليها. خليكم معانا لآخر الفيديو. اسمها فضيلة توفيق، واتولدت سنة 29 لأب مصري وأم تركية، وكان عندها 3 بنات وولد وحيد. أختها الصغيرة هي الفنانة محسنة توفيق، درست في مدرسة الأميرة في ريال، وكانت زميلتها فاتن حمامة، وكانت بتحب الحواديت من صغرها لما كانت جدتها بتجمعها هي وإخواتها وتحكي لهم الحواديت، ونفس الحال مع جدها. ودخلت كلية الحقوق علشان تزامل أخوها الكبير، وكمان كان زميلها عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق. واشتغلت بعد تخرجها في مكتب وزير المواصلات وقتها، وفي أول يوم حاولت الصلح بين خصوم في واحدة من القضايا، فنده لها الوزير وقال لها مهنتها بتعتمد على الخلافات، وإنها ما تصلحش العمل في المحاماة، فسابت الشغل. بعدها قابلت الإذاعي بابا شارو محمد محمود شعبان سنة 53، وقالت له إن أمنيتها تشتغل في الإذاعة، وقدمت أوراقها وتعينت كمذيعة لنشرة الأخبار. ودربها الإذاعي الكبير حسن الحديدي، وكان أول أجر ليها هو 12 جنيه، وكانت بتحوش منهم 4 جنيه في حصلتها. ومع بداية البث التلفزيوني اتنقل بابا شارو للعمل في التلفزيون، واختارها علشان تحل محله لتقديم برنامج غنوة وحدوتة. وفضلت تكون أخت كبيرة للأطفال بلقب أبلة بدل ماما. ومن أشهر حواديت أبلة فضيلة حكاية عم غلباوي، وحكاية الكسلان، وحكاية كوب اللبن، وأشطر الشطار. وفي خلال فترة صغيرة قدرت تخطف أنظار الكبار والصغار، واستضافت شخصيات بارزة في البرنامج زي نجيب محفوظ وأنيس منصور والدكتور فاروق الباز والموسيقار محمد عبد الوهاب والشاعر كامل الشناوي والموسيقار سيد مكاوي وعبد الحليم حافظ. وقدمت كمان الأطفال الموهوبين زي صفاء أبو السعود وهاني شاكر ومدحت صالح. وفي عيد ميلادها استضافت عبد الوهاب في الاستوديو، وطلبت منه يغني بصوته وعلى العود أغنية ست الحبايب اللي لحنها لفايزة أحمد، ووافق بعد إلحاح. وبعد ما الحلقة خلصت طلب يتجوزها، واشترط ان الجواز يكون في السر، بس والدة أبلة فضيلة رفضت خالص، لأنه كان متجوز من السيدة إقبال نصار وعنده 5 أولاد منها، واضطرت تهرب منه عند أختها يسر في إيطاليا. وسافر لها عبد الوهاب وطلب يتجوزها لأنه بيحبها، بس رفضته للمرة التانية. ولما رجعت مصر عرفت من الكاتب حسنين هيكل إن عبد الوهاب طلب من الشاعر عبد المنعم السباعي يكتب له أغنية أنا والعذاب وهواك. كمان حصل بينها وبين الدكتور حسن الحفناوي زوج أم كلثوم إعجاب متبادل، فقالت إفيه شهير هو صحيح عبد الوهاب تاب وصاحب فضيلة. قبل فضيلة اتجوزت مرتين في حياتها، ما أنجبتش من الأول، وبعدها اتجوزت من كبير مهندسي الإذاعة المصرية إبراهيم أبو سريع، وأنجبت بنتها الوحيدة ريم. وتولت أبلة فضيلة منصب رئيس لجنة الاستماع بالإذاعة ومدير برامج الأطفال ورئيس البرنامج العام. وقدمت على مدار مشوارها الإذاعي برامج، منها برنامج مستقبلي، ولكن برنامج غنوة وحدوتة هو أشهر برامجها. حصلت أبلة فضيلة على وسام الاستحقاق من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وشهادة تقدير من الاتحاد السوفيتي، ومن المركز الكاثوليكي للسينما. بعد
باعتبارها صاحبة أجمل رسالة في عالم الطفولة، وتم تكريمها كأم مثالية للإعلاميين بعيد الأم سنة 2016. أما في 2014 بقى قررت تسافر تعيش مع بنتها الوحيدة ليها في كندا بسبب حبها لأحفادها، وحصلت بعدها على الجنسية. وانتهت رحلة أبلة فضيلة في كندا عن عمر 94 سنة، وتوتة توتة خلصت الحدوتة.